حوات انا بعد كده لما تيجي ما تجيبيش عيال معاكي. هعمل ايه بس يا ماما؟ اوديها فين بس؟ الاكل ما جبتليش باقي يعني منه. ده 10 جنيه يا ماما. طب وايه 10 جنيه ولا 5 جنيه؟ خلصتي الاكل؟ خلصت يا ماما. طب يلا خدي بعضك بقى وروحي عشان تلحقي تغدي مع جوزك وعيالك. بقول لك ايه يا معكيش 200 جنيه كده؟ عايز انزل اجيب شويه عينيا يا اخويا بس كده. ستي كله خد يا بابا هات اللي انت نفسك فيه. بس زي ما بتعاملك تعاملني، انا برضو بنتها. ده كده ماما ظالمه. هي قالت لك كده؟ قالت لي كده بصراحه. انا بصراحه ما خلصنيش، قلت اجي اقول لك على كل حاجه. ماشي. طب انا بقول عشان انت راجل مسؤول، لكن هو جوزها مسؤوله، هي مسؤوله منه. قلت لها كده، انا قلت لها الكلام ده وما لكن انت صدقتنيش. صاحب مسؤوليات. الجرس بيرن، روح شوف مين. بقول لك ايه ياما، لو جت ما تقولهاش انا قلت لك عليه ده. ها لا روح. ماشي خليها على الله، روح. ماشي يا غاده بقى، انا تقولي عليا ظالمه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا ماما؟ عامله ايه؟ الحمد يا لله. غاده. الحمد لله. ايه يا ماما؟ مالك يا ماما؟ عامله وشك مني ليه كده؟ في حاجه ولا ايه؟ مفيش، كل واحد ادرى بنفسه يا بنتي. كنت جايه لك يا ماما، محتاجه منك قرشين. قرشين؟ انت ليكي عين بعد اللي انت قلتيه عليا تيجي تقولي لي شوفي لي قرشين؟ بقى انا ظالمه؟ بقى انا بفرق في المعامله؟ طب انا نازل بقى، عايز حاجه انت ماما؟ لا سلامتك يا ابني. بقى كده يا ماجد رايح تنزل على طول؟ ما عندي شغل. عايز حاجه انت يا غاده؟ لا مش عايزه حاجه، شكرا يا ماجد. مع السلامه يا غاده، مع السلامه. مع السلامه. بلغك؟ بلغني ده ايه؟ انا كنت بعتله علشان خاطر يحنن قلبك عليا ويخليكي تعامليني زي ما بتعامليه، يقوم يقويكي عليا اكتر. بيعمل كده. سنة لك السكاكين ولا بعمل ايه؟ لا يا ماما، انت بتعامليه غير ما بتعامليني. بتعامليني انا وحش وبتديه هو فلوس. وحش؟ يا ماما، انت بتوفيه على الجنيه وال10 جنيه وال5 جنيه، وانا اللي خدماكي وانا اللي شايلاكي، وهو عايزه تاخدي تمن خدمتك. ما بقولش كده، بس تعامليني زي ما بتعامليه يا ماما. ايوه يا بنتي، هو دوت راجل مكلف وراجل مسؤول، لكن انت جوزك انت المسؤوله منه انت والعيال. بس انا ظروفي وحشه. انا بصرف عليكي. انا ظروفي وحشه ومحتاجه، هو مش محتاج. يعني عامليني زي ما بتعامليني. انت بتبصي لاخوكي؟ ما ببصش ولا حاجه والله. محتاج. هو في حد مش محتاج في الزمن اللي احنا فيه؟ ربنا يزيده يا ماما، ربنا يزيده. بس انا كنت جايه مع طالبه منك بس 10,000 جنيه سلف. البنت عيالي ما بدهمش دروس، واحنا دلوقتي داخلين على امتحانات وعايزه اديهم مراجعات، وانت عارفه انت عارفه جوزي بنيجي اخر الشهر ما بنلاقيش نكمل الشهر عشان موظف على قده. فهي بس 1000 جنيه وهرجعها لك اول ما يقبض. ده يا اختي انت اللي اخترتيه وما اتجوزش الا هو وما خدش الا هو. طب ما هو محترم ماله كان سابلك دلوقتي ولا بتمدي ايدك ولا بتحتاجي الحاجه؟ وبعدين ايه يعني؟ ما كانش هيعوزك حاجه. الله اعلم. ما انت شايفه ابنك اهو مش محتاجه وبتديله يا ماما. بديله ايه؟ انت بص على ال 200 300 جنيه اللي بيتفضلوا من هنا ولا من هنا بديهم له. بقول له عشان يجيب حاجه هو لنفسه. فكل حاجه هو تيجي شايفه اهو ما بيجيبش حتى، ما بيعرفش حتى يجيب اي حتى جزمه ليه من الايه؟ عشان ده راجل مكلف وعارف مسؤولياته. جزمه ايه يا ماما؟ ده جايب عربيه وبيدفع اسطار وشيل، وعشان هو بيستخسر يصرف على نفسه عشان بيكنزهم وبيعملوا مشاهدات. ما تخلينا ساكتين بقى. مش عارفه هو ماجد يا اختي اللي انت جايه تتكلمي عليه دوت، ده هو ده ابني اللي ساندني يا حبيبتي. بيجيب لي شيك البرشام اخر الشهر، بيجيب لي اي حاجه محتاجاها، لكن انت واخده منك ايه؟ وبعدين بقول لك ايه، هو مش في اخواته يروح يستلف من اخواته؟ ده عمره ما جه مش يرميك عليا. عمره ما جه حن عليا وعطاني 100 جنيه ولا 200 جنيه، وعارف ان انا ظروفي وحشه. علميه يبقى حنين عليا. بس هجيب الحنيه منين اذا كان انت امي مش حنينه عليا؟ هو هيبقى حنين عليا؟ ربنا يخليك ماجد يا ماما. ربنا يخليك. خليهولي هو ابني وسند. وانا برضو انت امي على راسي، هاجيلك برضو وانضف لك واعمل لك اللي انت عايزاه. لا يا اختي لو جايه هتعملي لي كده، هو بلاها جايه وانا بحسبك جايه تبصي عليا تقولي لي ياما اعمل لك حاجه. انت جايه تاخدي مني؟ انا جايه استلف منك عشان بنتك محتاجه. شكرا يا ماما، ربنا يخليك. ماجد محتاجه تخلي جوزك يا اختي يتصرف من اخواته. شكرا يا ماما، مع السلامه. مع الف سلامه يا اختي. اي اي يا قلبي يابا. اما اتصل بماجد واتصل بالبيت. يا قلبي مش عارفه، حاسه حته وجعاني. الو السلام عليكم. ايه يا ماجد انت فين دلوقتي؟ الشغل؟ طب تعالى لي، تعبانه مش قادره، معرفش قلبي ايه مع الحته، قلبي عمال يوجعني. ايوه هتصل باختك. ماشي ما تغيبش عليا يا ابني. ايه يا غاده؟ لا ما تقلقيش يا بنتي، ما فيش حاجه بس تعبانه شويه. اتصلت باخوك جاي في السكه. ماشي ما تتاخريش عليا.
ماشي يا بنتي، ما تقلقيش يا بنتي، مفيش حاجه. مع السلامه. ماما، مالك يا ماما؟ مالك؟ الف سلامه عليك يا حاجه يا بنتي، ما حبيبتي. تتفجعيش كده، الحمد لله يا قلبي. بس سلامتك. طب تعالي اوديكي للدكتور. انا رحت يا بنتي وعملت الاشاعات وعملت التحاليل الصبح. طيب يا ماما، طب وقال لك ايه؟ طمنيني. عضله القلب ضعيفه وعايزه عمليه. لا، الف سلامه عليك يا ماما، الف سلامه. طب هتعمليها امتى العمليه دي يا ماما؟ الدكتور قال لي كمان اسبوع كده، هو الدكتور ممتاز بيقولوا عليه. طيب هينزل نازل اسبوع. لازم تعمليها على طول يا ماما. ما اخوك يجي ان شاء الله يا بنتي، ما تعمليش ان شاء الله اخوك يجي ويروح يدفع الفلوس. طب وماجد كلمتيه قلتي له طيب؟ ايوه، ايه اللي جاي في السكه دلوقتي يجي. طب انت حاسه بايه طيب؟ يا بنتي قلبي بقول لك. وماجد ايه ما جاش ليه يا ماما لحد دلوقتي؟ هو بيقول لي جاي في السكه يا طب بنتي. ناخدك نروح الطوارئ، نروح اي حاجه نطمن على قلبك، مش هسيبك كده. عليكم ايه يا السلام. اهو ماما، ماجد سلام جه. عليك. الله يا يسلمك. غادة مالها يا ماما؟ تعبانه ماجد، وكلمتني بتستنجد بيا، عضله قلبها وجعاها. كان عندك دكتور النهارده؟ ايوه، عملت الاشاعات وعملت التحاليل وحدد لي اشعه كمان اسبوع. ما كلمتنيش عملية ليه؟ كمان كنت جيت أسبوع. معاكي للدكتور. طيب ليه تروحي عملية لوحدك؟ ايه؟ عملية ايه؟ عمليه عشان عضله القلب ضعيف، عايزه 100,000. عايزة ايه؟ عايزه 100,000 جنيه. 100,000 جنيه؟ فداك يا ماما، فداك اي حاجه. هتعملي ايه طيب دلوقتي؟ هجيب فلوس منين؟ اجيبهم منين؟ اه انا قلت له ابني هيجي يتفق معايا عشان الدكتور ده بينزل مره واحده في الشهر. ابنك اللي هو انا؟ هو ما هو في غيرك يا ابني معايا؟ طب انا هجيب لك 100,000 جنيه منين دلوقتي يا ماما؟ انت عارفة الفلوس اللي معايا عامل بيهم شهادتين، ولسه قدامهم سنة عشان يتفكوا، عشان الفوائد بتاعتهم هتروح، والعربية عليها اقساط ما ينفعش حتى ان انا ابيعها. ما هجيب فلوس تفكها منين؟ ايه يعني ماجد لما تفك الشهاده عشان خاطر مامتك؟ يبقى انا بقالي 3 سنين عامل الشهادة وتروح مرة واحدة كده الفوائد بتاعتها تروح خالص؟ ايه يعني يا ماجد؟ دي حياه طب هو مامتك. الدكتور هيجي تاني امتى طيب؟ ممكن بعد ما الفوائد ما تنزل كده اعمل لك عملية يا ماما. يا ابني قال لي عضله القلب ضعيفه لازم العمليه، ولو هعملها على نفقه الدوله ولا 6 شهور اكون بقى حلو ربنا حلو افتكر. فكره نفقه الدوله دي. طيب حلو، بدل في نفقه يا ابني الدوله وانا ماما. هستحمل 6 شهور؟ بقول لك العضله ضعيفه. اكيد كاتب لك على ادويه كده ولا حاجه مهدئه. ايه يا ماجد؟ ايه اللي بتقوله ده يا ماجد؟ 6 شهور يعني موت يا حمار. معاك ليه؟ انت 100,000 جنيه يا غالي تديها لهم؟ ايوه اديها لو بعت لها عين من عيوني. خد يا ماما، انا معايا غويشه بتاعت شبكتي، خديها. لا يا بنتي، ده دهب جوزك يا بنتي، دي حاجة عيالك وحاجة جوزك يا بنتي. انت يا ماجد ماما كان كل شهر بيتفضل من معاشها، اذا كان 1000 ولا 2000 كانت بتديهم لك وانت مش محتاج. يا ابني ده انا بقول عليك انت راجلي والسنة دي يا ابني. ماما ما اتاخرتش عليك، بس انت عارفه اللي فيها. طيب كنتش هجيب بقى- منين طيب كنتش 100,000 بقى- جنيه ده؟ ما كنتش بعمل عنك حاجة يا ابني، كنت اللي بتطلبه كنت بديهولك. لو اخر قرش معايا بص كنت يا ماما، خليك بديهولك مؤمنه انت. كل ما سبحان اللي ما كتب الله لنا، احنا بس نصبر كده 6 شهور ان شاء الله، واعملي على نفقه الدوله وانت شيلي الدهب. لو عيل من عيالك كنت هتصبر عليه وقلبه وجعه، كنت هتصبر عليه 6 شهور. اعتبرها عيل من عيالك. ملوش لازمه الكلام ده يا غالي. ده انت سندنا وظهرنا، ده انت اخونا، احنا بعد ابونا ما الله يرحمه وراح. ده كل قرش كان معاها ما كانتش كنت والله حوشيه ماما. خلي نفسك تقولي لا هديه اخوكي صاحب عيال، وانت مع ربنا لو فتحها عليك من وسع كان بسبب دعوتها هي. انت ايه اللي بتقوله دوت؟ دلوقتي انت احسن مني دلوقتي، جاي تعملي اللقطه على قفايا انت دلوقتي يعني. انا طول عمري احسن منك. طول عمرك احسن طول مني. عمري انا اللي بخدمها وانا اللي بعمل. خد يا ماما دي شبكتي، لو معايا اكتر من كده كنت عطيتك. خديها بيعيها يا ماما، انا هبيعها واشوف هتجيب كام، ولو حتى اروح استلف انا وجوزي واجيب لك والم لك ال 100,000 جنيه عشان اعمل لك العمليه هعمل كده. هاتي انا اهو هبيعها. روحي وريني هتعرفي تكملي المبلغ ازاي. هات بس. انا هديها لها خلاص. هات انت كمان عايز تاخد الغوشه بتاعتي، انما انت صح ما عندكش دم. انت اخ كده، الاخ اخ مراته وخايبه تحلف بحياته فعلا. ده اخرتها يا ماجد. ما هم انا بقول عليك انت سندي يا ابني. خلاص يا ماجد، خلي الوديعه تنفعك. كده تاخدي اللقطه على قفايا دلوقتي، بقيت انت الحنينه وانا اللي وحش دلوقتي. طول عمري وانا حنينه، طول عمري انا احسن منك، طول عمري انا اللي بدي وانت اللي بتاخد. عمرك ما حنيت عليها وعطيتها، هي اللي كانت على طول مش تديك. عليا والنبي، الاحسان المرهف ده مش معايا. أنا- كل ما يسمى ما كتب الله كانت لنا. عندها حق، انا كنت بفضلها انت عليها في كل حاجه، واقول له انت الولد وانت هتذلينا بقى، عكاز. هتذلينا بقى. قرشين ادولنا اخر الشهر ما كانش ملمين دول، ما انا ياما كنت بجيب لك. هتذلونا. الصرافيه دي بنتك ما عندك مش داعي بيها. هتسيب امك، ولو عيل من عيالك كنت هتسيبه كده وتمشي. ما تزعليش يا ماما. لا يا ماما، والنبي يا ماما بالله عليكي ما تزعلي.
بصي يا ماما انت عارفه انا جوزي بيحكي. يا اخي تربيتي فيه. ما تزعليش مني انا يا ما كنتش ماما. كنت بحرم نفسي من اي حاجه واقول لا هو لا بس عشان ده ابني قلبك. وده سندي وده بس اللي عشان شايل قلبك يا اسمي. ماما، بس عشان قلبك. وانت خدي الغوشه بتاعتي هي اللي حلتي، وانا وجوزي هنتصرف. لو ابيع عين من عيوني بس انت تخفي وتبقي زي الفل. ربنا يخليكي يا ومش بنتي. هسيبك لوحدك ابدا. لا ما تقعديش لوحدك، تعالي اقعدي معايا. يلا يا ماما قومي تعالي اقعدي معايا، والاسبوع الجاي هتعملي العمليه. قومي يا ماما قومي ما تزعليش. ربنا يخليكي يا بنتي، ربنا يخليكي كده يا ماجد، كده تعمل كده يا كده ماجد. يا ماجد. انا ما كنتش حرمك من حاجه، وكنت بفضلك انت عن بنتي. اسندي عليا يا ماما اسندي. تعالي معايا يا حبيبتي تعالي. يا عامل مين يعمل لك، يا عامل مين يعمل لك، وانت يا بنتي ربنا يخليكي، ربنا يخليكي يا بنتي.